السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاع بخير. وصفه اليوم هي حلوه جوز الهند، ولا كما نسموها ايضا بحلوه بول دو ناج، يعني الشكل نتاعها اللي يشبه لي بول دو ناج. اذا هذه الوصفه تاني مقاديرها ما بسيطه ومضبوطه. اذا مكوناتها موجوده في كل بيت. اذا تجي هشيشه وبنينه بزاف. بداو معايا المقادير. اذا كما كنت لاحظوا عندي زوج بيضات، غادي ندير غير بيضه وصفار بيضه. عندي المارغرين او الزبده 250 غرام، كيس خميره كيميائيه ورشه ملح، وكاس تاع سكر ناعم سكر كلاص، وكاس تاع جوز الهند مرحي. اذا ما كان خشين نزيدو رحوه، ومبشور نتاع زوج حبات ليمون ولا حبه ليمون الا كانت كبيره، والفرينه من بعد نضبط لكم من شحال الكميه نتاعها. اذا هنا كما كنت لاحظوا راني درت الزبده وبيضه مع صفار بيض ورشه الملح، ونبدا نخدم الباتور يساعدني بزاف باش يخلي المكونات تتداخل مع بعضها ويعطيني داك القوام المتجانس. ودركا نزيد الكاس نتاع سكر ناعم، ودائما قلنا النواشف دائما نصيروهم ونغربلوهم. سكر ناعم اللي هو سكر كلاص. اذا حتى نكمل الكاس كاع. اذا هاد الوصفه تقريبا تنجموا ديروها غير وانتم واقفين، يعني في الساعه تخلطوها في الساعه طيب، وغادي تقطع لكم تبارك الله. دير واحد 35 حبه نتاع الحبات تاع حلوه جوز الهند. ونبدا نخلط قلت لكم دائما بالباتر. نجموا تستعملوا الملعقه ولا سباتول، ولكن من الاحسن الباتر خاطر المكونات تدخل مع بعضها ويعطيني داك القوام الكريمي. هنا راني حبست الصوار وبالسباتول هوت هذاك السكر كلاص اللي كان لاصق لي على الجناب، وراني نكمل نخلط بالباتر. ودرك نكمل ونزيد بقيه المكونات. نزيد دروك هذا الكاس نتاع جوز الهند نواة كوكو مرحي. اذا كنت تشوفوا المكونات ماشي بزاف ولا الكميه قليله، وتقطع يعني حبات ملاح 30 حبه مليح. هنا مبشور، قلت لك كانت حبات ليمون صغار نديرو زوج حبات، ولا كانت كبيره ندير غير مبشور حبه ليمون. اذا الكو تاع الليمون ونواة كوكو يجو يعني يتماشاو مع بعضهم. والفرينه شوفوا هنا راني عابره ربع كيسان نتاع فرينه، وهنا راكم تشوفوا كيس خميره كيميائيه 10 غرام. وكل شيء دائما النواشف دائما تتغربل، والفرينه ما نديروهاش على ضربه واحده، دائما الفرينه ما نتقلقولهاش. اذا خاصنا غير بشويه بشويه، خاطرش علاش ولو انا قلت ربع كيسان يعني غادي يجو في هذه الوصفه، بصح الفرينه قلنا من مدينه يعني تختلف. كاين اللي تتشرب في الساع، كاين اللي ما تتشربش. سما ربع كيسان انا عندي هنايا بالضبط خرجت لي ربع كيسان، كيما هذوك الكاس اللي كانت فيه نواه كوكو وسكر كلاص تاع 220 غرام، يرفد 220 غرام تقريبا ربع كيسان. غادي تجي واحد رطل فرينه. اذا كنت لاحظوا غير بالسياسه. اذا نبدا نزيد في الفرينه، المهم نتحصل على عجينه طريه. اذا نتحصل على عجينه طريه نكمل كاع باقي الفرينه، ودرك نبدا نخدم بيدي. اذا هنا ما نقصش من الفيديو. اذا شوفوا نبدا نخلط حتى تداخل مع بعضها. اذا تعطيني هذا القوام، شوفوا كي تتلم.
اذا هكا لاحظوا طريه ما تتلصقش، وكي نكورها بين صباعي تاني ما تتلصقش وفي الساعه تتكور. هذه هي. اذا ندير كرات هكا تاع 30 غرام، وندير على هكا بلا نديره بورق الطهي، نغلفه ورق الطهي ونحط هاد الدوائر نتاع نواه كوكو تاع الحلوى. شوفوا الحلوى جات مشقه، هذه سي نورمال. اذا علاش؟ لان راه فيها الخميره الكيميائيه، وقلنا ندخلوها للفرن يكون ديجا سخون وعلى درجه 180 هكا تطيب واحد ربع ساعه حتى 18 دقيقه هكا. اذا غير تخرج تزيين كما كنت لاحظوا. درت الكونفيتور تاع المشمش، مزته والو الكونفيتور كما هو اللي انا كنت تشوفوه جاري. اذا نقطر الحبه شويه كي من هاك ونرمدها في نواه كوكو، هكا نتحصل على لي بول دو ناج ولا حلوه جوز الهند. اذا نكمل مع، شوفوا الشكل تاعها كيفاش يكون. نكمل مع الحبات كاع. اذا هنا نعاود نوري التشققات، هذه ما يهموش التشققات، لان اون فوا باغي ندير المربى وندير نواه كوكو ما غاديش يبانوا. اذا هاد الحلوى طريه بمجرد الطيب، وبنينه بزاف، خاصه هذاك التداخل نتاع الكو تاع جوز الهند مع قشور الليمون، يعني يجي روعه. هادو هما الحبات كاع اللي خرجوا لي. قطعت لي شحال من حبه تبارك الله. وها هي في طبق التقديم. اذا شوفوا شحال جاي المنظر تاعها شباب. حاجه باغي نقولها لكم في هذه الوصفه، شفتوا الفرينه كي ديروا 4 كيسان غادي كي تبداو تخلطوا تقعد هكا تتلصق لكم في صباعكم. اتونسيون تمشوا تزيدوا لها الفرينه، لا غادي تقعد غير شويه نتوما تخلطوا وهذاك كلشي يتشرب مع الفرينه، تعطيكم هذاك القوام. اذا مع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله.